اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات قناتكم مع ساره. شحال هذه ما جلست انا وياكم وهضرنا في شي موضوع غير هو بوحديتو في لا فيديو. ما تنسوش انكم تخليو لي بيان سور لايك، خليو لي كومونتير، هادشي ما كنقولوش لكم ديما ولكن مره كنفكركم حيت راكم كتنساو. نهار 15 في رمضان، سبحان الله، راه الله سبحانه وتعالى فاش قال عليه ايام معدودات، راهم ايام معدودات كيطيروا طيران. الموضوع ديال اليوم هو الاوفر ثينكين او التفكير الزائد. التفكير الزائد هي مشكله اللي كيعانيو منها بزاف ديال الشباب دابا، وحده منهم انا. كتكون التفكير ديالك كيلصق على شي تفاصيل صغيره في اليوم اللي نورمالمون هي ما عندها حتى شي اهميه. هو كيكون تحسر على شي حاجه فاتت في الماضي، كتقول لا علاش كان خصني نجاوب بهذه الطريقه، لا ما كانش خصني نجلس هكا، ما كانش خصني نقول هادي، ما كانش خصني ندير هادي. اولا القلق من المستقبل، ما عرفت شنو يوقع غدا، واقيلا غادي نتشوه، واقيلا غنتحشم، واقيلا شنو يطرا. عموما هذا هو التفكير الزائد. فهاد الطرق هذه انا حاليا كنحاول نتبعها شويه شويه، وبديت كنقص شويه من التفكير الزائد. فقبل ما ندوزو للطرق العمليه اللي تقدر تعاوننا فيه، نبغي غير نشير لان محاوله السيطره على جوانب الحياه كلها امر متعب ومرهق نفسيا وعقليا. نسكم تعرفوا بان التفكير الزائد كيزيد من الاحتمال ديال الاصابه ديالك بمرض عقلي. يقول لك تفكير اطول يساوي عمر اقصر. فاش كنقول لكم محاوله السيطره امر متعب، بمعنى انك حاول ما تفكر او تقلق او دير واحد المجهود وتصرف واحد الطاقه كبيره الا على الامور اللي انت قادر انك تغيرها، عندك واحد القدره على التغيير ديالها. مثلا انا قادر نغير طريقه التفكير ديالي، قادر نغير هاد اللحظه هذه اللي كنعيش فيها، ندير فيها شي حاجه نغيرها. مسؤول وتحت السيطره ديالي معتقداتي، افكاري، ردود الافعال ديالي، ولكن ما نضيعش الطاقه ديالي والمجهود ديالي والتفكير ديالي والقلق ديالي على الحوايج اللي خارج السيطره ديالي. بحال مثلا الماضي، فكر من هنا حتى لغدا الصباح واش غتبدل الماضي، ما غتبدلوش، ما عندكش القدره على التغيير ديالو، دونك ما تفكرش فيه صافي. القلق كذلك من اجل المستقبل ما يبدل حتى شي حاجه. دير المجهود ديالك وخلي النتائج على الله سبحانه وتعالى. كاينه واحد الايه الا تمعنتي فيها مزيان غتغير لك المايند سيت ديالك في هذا الموضوع هذا. الايه كتقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. صافي، انت دير مجهودك، بيان سور دير مجهودك، درتي المجهود ديالك صافي، حدك حد هنا، حبس. التفكير الزائد في النتيجه ما غيغير حتى شي حاجه. مجهود زائد دعاء، وحبس خليها على المدبر الحكيم ربي سبحانه وتعالى. غيسر غيسهل، يسرها لك اذا فيها خير، ما يسرهاش ليك حتى هي فيها خير. يعني كيقول لك لو كان كنا حنايا نعلم الغيب لو كان اختارينا هادشي اللي حنايا فيه دابا، بغا نختاروا شي حاجه واحده اخرى. كاين عاوتاني الناس اللي كيضيعوا الوقت بزاف في التفكير في الكلام ديال عباد الله عليهم، فلان قال عليا، فلانه قالت فيا، فلانه قالت فيا. التفكير ديال الناس علينا شي حاجه ما عمرنا ما غادي نقدروا اننا نصلحوها ولا نصحوها، وماشي من الواجب ديالنا، وماشي شي حاجه اللي تحت السيطره ديالنا، لان ما يمكنش لينا نرضيو الجميع، مستحيل اننا نرضيو الجميع. ماشي ضروري نرضيو الجميع، حيت لا بديتي من راسك انت، راه ماشي كاع الناس كيعجبوك وماشي كاع الناس كترتاح ليهم. انني نقول بان صافي كلام الناس غيحبس، ما يبقاوش ناس يهضروا عليا، هذه حاجه ما كايناش في هذه الحياه الدنيا، ما كايناش. راه كيقول لك واحد النبي مشى عند الله سبحانه وتعالى وقال له يا رب كف ألسن الناس عني. قال له يا فلان، وقيل موسى باش انا نقول السميه، هذا امر لم اكتبه لنفسي. راه الله سبحانه وتعالى والالسنه ديال الناس كتطاول عليه، كيقولوا يد الله مغلوله، كيقولوا الله عنده صاحبه، الله عنده الولد. الانبياء والرسل اللي هما اشرف خلق الله سبحانه وتعالى وما يكتبش ليهم القضيه اللي كنتسناو حنايا من الناس يديروها معنا وحنا ناس عاديين. دونك هذه حاجه حاول انك ما تفكرش فيها بزاف، ماشي انت الوحيد اللي كتعرض ليها في الحياه. الاستغفار كيعاون بزاف في هذه القضيه، لان كيقولك الاستغفار كيفرج عليك الهم والغم والكرب وكيريح لك النفسيه ديالك والبال ديالك. فكل ما لقيتي راسك سهيتي في شي تفكير كتفكر فيه، بدا كتسبح. طريقه التسبيح هي كنسبحوا بالاصابع ديالنا، 3 ديال وصبع مقسوم على 3، وكل بلاصه فيها 3 المرات. دونك بقى تسبح. التسبيح والاستغفار بالنيه ديال انك تصرف الانتباه ديالك على هذا التفكير هذا.
وما حدنا في هذا السياق هذا كيقول لك بان كاينه واحد الطريقه زوينه هي انك تحاول تشغل نفسك على التفكير الزائد، لان شكون اللي جالس بغى تيخمم هو اللي ما عنده ما يدار. حاول ما امكن انك تشغل راسك بزاف ديال الحوايج اللي خاصك تفكر فيهم وتنتبه معاهم وانت كديرهم وخاصهم تركيز، باش هكا ما كتعطيش مساحه العقل ديالك فين يفكر. سير للسبور، خرج مع الاصدقاء ديالك، احفظ القران، تعلم غير الطبخ في الدار، تعلم الرسم، تعلم تكتب شي حاجه. المهم اشغل نفسك على التفكير الزائد. كاين واحد التمرين كيديروه الناس اللي عندهم تفكير زائد سميتو انظر الى الصوره الكبرى، والمعنى ديالو هو انك فاش توقع في شي مشكل اللي كتبدا تفكر فيه، مثلا كتبدا تقول ومصاب كنت البارح جاوبت بهذه الطريقه وماشي بهذه الطريقه، او مصاب كنت هضرت في الاجتماع ديال البارح وقلت هذه وماشي هذه. منين كتلقى راسك كتفكر في واحد الحاجه بزاف، سول راسك هادشي اللي كنفكر فيه انا اشنو التاثير ديالو غيكون على الشخصيه ديالي وعليا انا كانسان من هنا 5 سنوات. واش هذا المشكل عنده تاثير عليا يبقى معايا في هاد السنوات كلها؟ دونك كيستحق، راه مشكل كبير كيستحق انني نفكر فيه دابا ونشوف ليه شي حل، او لا شي حاجه تافهه اللي غدوز لها المده ديالها واحد اليومين 3 ايام وسالات، دونك بلا ما نرهق راسي ونضيع الطاقه ديالي عليها. لان التحدث ديالك مع راسك كيحل بزاف د المشاكل. جلس فواحد البلاصه اللي كالم وجلس مع راسك وسول راسك انا علاش كندير بحال هكا، هاد المشكله اللي كنفكر فيها باش غادا تضرني، واش عندها شي تاثير كبير على حياتي ولا لا؟ هاد الناس اللي كنخمم فيهم كنخمم في الهضره ديالهم عليا واش يفيدوني واش يضروني، راه قالك لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، ما ينفعوش حتى راسهم ولا يضروه عاد انا. فاش كنجلس مع راسي وكنحط نقاط على الحروف كنتقبل المخاوف ديالي وكنتقبل انني عندي واحد المشكل ونبقى نناقش مع راسي. هضر مع راسك فاش كتهضر مع راسك وكتبقى توصل تعمق في النفس ديالك لداخل كتلقى حل لبزاف ديال المشاكل. اخر حاجه واخر استوس اللي كتعجبني بزاف وكنطبقها هي انظر لهذا المشكل من زاويه مختلفه. دائما فاش كنفسر المشكل بطريقه سلبيه كنطيح في التفكير الزائد، فاش كنفسرو بطريقه ايجابيه كندوزو وكنكمل النهار ديالي. ودائما كنعطيكم هذا المثال هذا لانني سمعته في واحد البودكاست كيقول لك ديال انك كنتي غادي في الطريق شي واحد كيكلاكسوني عليك بزاف، برزتك، عصبك، هذيك ردة الفعل اللي غادي تعطي مرتبطه باشنو انت باش فسرتي هذه الطريقه. الا قلتي ما احترمنيش، ما مربيش، ما مادبش، كتشعل راسك اكثر، كتعصب اكثر وتمشي للدار وتبقى كل شفتو واحد البروش هذا النهار ما احترمنيش، ما دارليش، ما فعليش، وهاد تبقى تخمم فيها الليل كله ما يديكش تنعس. ولا في ديك اللحظه اللي سمعتي داك الكلاكسون وقلتي الله يحسن العوان مزروب عنده شي مشكل الله يكون في العوان، كما انا دابا كندير مع التلامذ السنوات الاولى ديالي اللي كنت لا ما مربينيش، ما كيحترمونيش، ما كيديروليش، ما كيفعلوليش، كنت معقده راسي ومعقده عليا الحياه. ولكن دابا ملي كنقول لا جاهلين ما عارفينش طايشين، حتى حنا كنا صغار في واحد الوقت حنا ما كناش عارفين، كتعطيه عذر يقدر يكون صحيح يقدر يكون خطا، احنا ماشي سوقنا، حنا كنقلبوا على الراحه النفسيه ديالنا، هذا هو المهم عندنا دابا. كتعطيه عذر لداك الشخص صافي كترتاح، وليت كنلقى راسي كنتسامح اكثر معاهم، كندوز كلشي كندوزو ماشي مشكل، وما كتبقاش ليا في قلبي وما بقاش نفكر فيها بزاف، ما كنجيبش معايا داكشي للدار، وقللت على راسي بزاف ديال التفكير الزائد. هادشي اللي كان بالنسبه لهاد النهار. كنتمنى ان لا فيديو تكون فادتكم، لا استفدتوا منها. ما تنسوش انكم تخليو لي لايك، خليو لي كومونتير ديالكم، خليو لي ارائكم واش تبغيو هكا نبقى مره نجلس نهضر على شي مشكل ولا على شي موضوع اللي يقدر يفيدنا كاملين. حتى نتوما خليو لي لي زاستيوس ديالكم في لي كومونتير، قولوا لي واش نتوما كتعانيو من هاد المشكله ولا لا، ونتلاقاو في لا فيديو جديده ان شاء الله. باي باي.